يا مساء الفل. النهاردة هنشوي البطاطا بطريقة سريعة جدا. اللي يعجبه الفيديو دوس لايك واشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. هجيب البطاطا، طبعا هغسلها كويس قوي، لازم انقعها تنزل الطينة، وبعد كده بغسلها. انا عامله لها سفنجة مخصوص او فرشة، وبعد كده هبتدي اصفيها من المية، وهمسك السكينة وابتدي اشك كده زي ما انتم شايفين. الهدف من الشك بتاع السكينة ده ان بيخليها تستوي بسرعة. هعمل الكمية كلها زي ما انتم شايفين، وبعدين هحضر كيس حراري، اللي هي الاكياس اللي احنا بنحط فيها الفراخ واللحمة، موجودة في اي سوبر ماركت او في اي مكان. هرص فيها البطاطا. انا هرش عليها سكر بني، اللي ما عندوش سكر بني يرش معلقة سكر ابيض عادي، وهحط عليها كمان معلقة قرفة. انا بحب قوي البطاطا بالقرفة، بيبقى طعمها تحفة. اللي ما بيحبش القرفة دي اختياري. وهبتدي اقفل الكيس. هي الطريقة بتاعتها سهلة جدا وبسيطة، وما بتاخدش في الفرن 5 دقايق. اسرع طريقة انا جربتها لشوي البطاطا. وهشك كده الكيس بس عشان البخار، عشان الكيس ما يفرقعش في الفرن. وهجيب صينية ألمونيا، هحط الكيس فيها. طبعا انا مش هحط مية ولا هحط اي حاجة، وهدخلها الفرن. هدخلها الفرن يعني في حدود من 5 دقايق ل7 دقايق زي ما انتم شايفين. هتطلع تحفة تحفة. هتبقى البطاطا دي زبدة فظيعة. بصوا شكلها فظيعة فعلا، من أسرع الحاجات اللي أنا جربتها للبطاطا المشوية. ما تنسوش اللايك.